السلام عليكم. بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم للناس خير محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا كده يا سيدي، قبل ما اتكلم عن الكورس وقبل ما تعرف انت طبعا فهمت خلاص لكل الكورس الطبية، الموضوع مفهوم. بس قبل ما اتكلم ولا كلمة عن الكورس هتعمل 3 حاجات، ودول اللي هنعملهم بإذن الله في كل فيديو. ولو أنا نسيت معليك تفكرني، ده أهم شيء. معليك هتقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين اللي هي سورة الفلق وسورة الناس. يلا وقف الفيديو 10 ثواني، وقف الفيديو اقرأهم وابدأ الفيديو معايا بنية انك ان شاء الله تفهم كل كلمة، وبإذن الله انا هبسط لك كل كلمة برضو. تمام، يلا وقف الفيديو وابدأ معايا. اهلا يا سيدي. بص، بعد ما قرأنا آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين واحنا كده مستعدين هناخد الكورس أسهل ما يكون بإذن الله، وهنمشي فيه واحدة واحدة. هي أكتر من محاضرة بس المحاضرة هتكون بسيطة، هتشوف بنفسك. هنا هنبدأ بالكورس والله المعين. يعني اسمه كورس ميديكال ترمينولوجي. وبعدين يعني ما لسه مشرحتش. طب ماشي، قبل ما ادخل في الكورس اللي هو قبل ما ادخل في الشرح كلمة بسيطة بس، كلمة بسيطة وهتكملها على باقي المحاضرات. يعني الكورس ده لمين؟ ده لكل الكليات الطبية، بشري، سواء طب أو صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، أي كلية في القطاع الطبي بتكون يعني الكورس ده أساسي ليها، وخصوصا في سنة أولى. لأن في سنة أولى دكتور هو مش برايفت، هي المحاضرة اللي في الكلية مش حصة برايفت، مش كل ما يشرح كلمة هيقف عندها معناها كذا معناها كذا معناها كذا. زائد إن في اختصارات طبية يعني عددها كتير جدا، كتير خالص، وكلها معترف بيها. يعني اختصارات دولية، اختصارات طبية صح، يعني مش اختصارات طبية كلها صح. فاحنا هنبدأ ناخد أساسيات أو هنعدي على حاجات كتير خالص، وبإذن الله يعني كل الكلمات سنقولها أو كل الحاجات اللي هتاخدها سنقولها بإذن الله يعني هنلمها إن شاء الله، وهيكون في امتحانات بإذن الله على الكورس. نبدأ الكورس. هو احنا بصراحة بعد ما صورنا يعني هنبدأ حاليا خلاص الكورس بتاعنا. احنا بدأنا بصراحة وصورنا الفيديو، بس بعد ما صورت الفيديو كان كل مثلا 5 دقايق بيفصل. فانا يعني تخيلت ان هو لما يفصل فبتحفظ من جوه في الاستوديو، فبعمل فيديو غيره 5 فيديو تاني. فعملت حوالي تلت ساعة تصوير، يعني شرحت كل حرف بالتفصيل. يعني كده تلاقيني انا كاتب وعامل، لا انا شارح كل حرف بالتفصيل فعلا، كل ده انا كتبته. بس بعد كده اكتشفت ان لا، الفيديو فصل اصلا، وكل لما يفصل كان بيتمسح. فانا هشرح على اللي انا كاتبه معلش تاني، وهشرح بالتفصيل. طبعا انتوا مش كأنكم ما شفتوش حاجه، انت فاهم ما شفتوش حاجه اصلا، انا اللي شفت المره التانية. فانا هشرح بالتفصيل ونبدا كلمه وحرف مع بعض، وان شاء الله المره التانية يعني يكون دي فيها حكمه من ربنا ان المره التانية تكون اقوى باذن الله. بسم الله. يلا بص يا سيدي، ميديكال ترمينولوجي. يعني ايه ميديكال ترمينولوجي؟ ده العنوان. انا المفروض عندي كتاب افهم العنوان بتاع الكتاب عشان افهم الكتاب بيتكلم عن ايه. طب حلو، اركن العنوان شويه. اول ملحوظه عندنا اولوجي. المقطع اولوجي معناها علم. فاكر زمان لما كنا في الاحياء اسمها بيولوجي؟ الاحياء كان اسمها بيولوجي عندنا. لا انت كنت عربي وانا كنت عربي، بس مثلا كان ليها زمان مثلا انجليش او لغات فبياخدوا بيولوجي، كان ياخدوا جيولوجي اللي هي جيولوجيا. اول حصه جيولوجيا كان مثلا يقول لك ايه اللي هو جيو، يقول لك جيو. طبعا بيعرفك بالماده دي ماده جديده عليك الثالثه ثانوي. جيو يعني علم الارض، جيو يعني ارض، واولوجي يعني علم. جيولوجيا علم الارض. وطبعا انت فهمت من كده، انت لسه بدأتش الماده بس فهمت من عنوان الكتاب لا ان هي بتتكلم عن الارض وعن طبقات الارض مثلا. وفعلا يعني هي بتتكلم عن الارض وطبقات الارض وشحو اللب والكلام ده كله. دي الملحوظه الاولى. كده انا عندي العنوان فهمت انه جزء الحمد لله اللي هو ايه، اللي هو اولوجي يعني علم. انا فهمت هنا ان ده علم ايه الله اعلم، لسه مش عارفين. الملحوظه الثانيه ميديكال معناها طبي. احفظ معايا ميديكال معناها ايه. تمام. اي حاجه بعد ميديكال عامل زي الانجليش كده. ازاي؟ لما كنت انا احب اقول مثلا ولد كويس كنت بقول ايه
جود بوي. انا كنت بقول ايه؟ ولد كويس. عشان ازاي بكتب ايه الخط ده؟ بس عشان ماسك الكاميرا باستند بايدي انا وبكتب بالايد التانية، بكتب ومبصص في الكاميرا، يعني في الكتابة مش مظبوطة. فكنت بكتب ازاي؟ جود بوي. يعني المفروض ان انا ابدا اكتب بوي جود، لا انا بحكس هنا، بعمل عكس. ماشي يا سيدي، طبعا ملهاش لازمة دي. فاي حاجة بعد ميديكال بعكسها. ازاي؟ ميديكال ستودنت يعني طالب طبي، ميديكال ستاف فريق عمل طبي او هيئة طبية، ميديكال فيلد مجال طبي. ثانية، العنوان كان في ميديكال وكان في اولوجي، انا فهمت اولوجي يعني علم وميديكال يعني طبي. علم الحاجة اللي انا مش عارفها دي الطبية، الحاجة اللي انا مش عارفها دي بقى اسمها المصطلحات. ترمو او ترمينو، مصطلحات. علم المصطلحات الطبية، ده اللي احنا هناخده مع بعض، وده الجزء الاول من المحاضرة. كده انت فهمت عنوان الكورس، كده انت فهمت يعني ايه الكورس اللي هو المصطلحات الطبية. هناخد الحاجات اللي هتقابلك في سنة اولى والاختصارات كل ده هيتاخد باذن الله. انا هوقف الفيديو واعمل فيديو تاني عشان ما يعملش معايا الحركة الغبية التانية دي اللي هو بيفصل كل 5 ويتمسح. الجزء التاني انا هشرح برضه، يعني الجزء التاني انا هشرح برضه بالتفصيل، بس الفكرة انت الفكرة حاجة الوحيدة اللي هتضايقك الكلام ده. انا كنت بشرح بيه يعني الطريقة دي، بس انا هشرحها تاني وهفهمك ده ايه من الشغبين ده. انا عندي 3 حاجات مهمين جدا، حاجة اسمها بريفكس، حاجة اسمها روت، حاجة اسمها سافكس. تاني، بريفكس روت سافكس. بريفكس بادئة ببدأ بيها. عارف موضوع التعبير كده، تبدأ بمقدمة تنهي بختمة وتكتب لك كلمتين في النص. طبعا الموضوع كان بيكون كله عبارة عن مقدمة وختمة محفوظين، ده غلط يعني. بس مثلا بريفكس انا هنا ما بتكلمش عن الموضوع، انا هنا بتكلم عن الكلمة. الكلمة ليها بداية وليها نهاية. ازاي؟ لو افترضنا ان دي كلمة، فانا الجزء اللي انا ببدأ بيه كده، مثلا وصلنا لاول حرفين في الكلمة ده اسمه بادئة. فهمت ايه؟ فهمتش حاجة. اللي بعده سفكس، نهاية. لو افترضنا ان دي الكلمة، اخر كام حرف في الكلمة او في حاجة معينة في الكلمة في الاخر اسمها سفكس اللي هي نهاية. طب انا دي الكلمة، البداية اسمها بريفكس والنهاية اسمها سفكس، اللي في النص ده اللي هو اساس الكلمة اللي هو جذع الكلمة اسمه روت. اسمه روت، جذع الكلمة او اساس الكلمة. طب انا ده بقى بستفاد منه ايه؟ بستفاد منه اكتر من حاجة. الحاجة الاولى اني مثلا انا في بدايات معينة بكون انا عارفها، من اول ما بشوفها بعرف الكلمة اللي قدامي. زي ايه مثلا؟ في الانجليش زمان في الاغلب كلمة انجليش كده اخرها اس او اي اكس او اي اكس، في الاغلب دي بيكون جمع. مثلا يعني كان مثلا بتاع فرنساوي يقول لك ايه؟ يقول لك ان الكلمة فرنساوي لو اخرها اي مش عارف ولا ايه ولا ايه ولا ايه مثلا ولا اي ولا مش عارف مين ولا مين، دي مؤنث. لو اولها مش عارف ايه مذكر، لو كذا كذا، لو كذا كذا. ف انا بعرف من البداية ومن النهاية حاجة عن الكلمة، معلومة عن الكلمة. تمام. المحاضرة بتاعتنا احنا 4 اجزاء، خلصنا جزئين، مبروك خلصنا نص المحاضرة. الجزء الثالث من المحاضرة انا بحاول اتكلم بسرعة، يعني اتكلم بسرعة بس بحاول اوضح الكلام، بحاول يعني انا اظن في اللي فات مفيش حرف مش مفهوم ان شاء الله يعني. النقطة الثالثة ميديكال ابريفيشن. ايه ميديكال ابريفيشن دي؟ ميديكال طبي، لسه واخدينها فوق، ميديكال طبي. ابريفيشن اختصار، الجناين اختصارات طبية، اختصارات طبية. طب ايه الاختصارات الطبية دي؟ والله انا عندي في المجال الطبي مصطلحات كتيرة خالص. فلو انا مثلا لو دكتور بيبعت روشتة، ادى روشتة للمريض، فالمريض هيوديها للصيدلي. فانا عندي 3 شخصيات في المسرحية بتاعتنا، دكتور ومريض وصيدلي. الدكتور ممكن مثلا عايز يكتب له ان الشخص ده عنده كذا 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 كذا، والكلمة دي مكونة من 4 مقاطع مكونة من 4 مقاطع. طب لسه يكتب 4 مقاطع؟ طب ما الدكتور فاهم والصيدلي فاهم، فيكتب له مثلا اول 4 حروف اللي هو الاختصار بتاعتها، والاختصار دي معترف بيها في الطب، يعني الاختصار دي علميا معترف بيها. انت لما تكتب الاختصار ده معترف بيه، فالدكتور الصيدلي اول ما يشوف الروشته بتاع الدكتور هيفهم من المصطلح. طب العيان مش هيفهم، عنده مفاهيم، ليه يفهم؟ يعني مش مهم يفهم،
هو مش هياخد الدواء؟ عادي يفهم يسأل، بس موضوع بسيط يعني، او يحضر الفيديو بتاعي طبعا. المهم ميديكال ابريفيشن، عندي اختصار الاول اب اللي هو اي بي، اب ابعد عني، اب ابعد عني. هي ليها علاقه بابعد عني؟ لا، هي بس احفظها كده، اب ابعد. بالانجلش اللي هي اواي فروم، يعني اواي فروم، ابعد عني كده. بس ماليش دعوه انا بالانجلش، انا ليا دعوه بالاختصار وبالمصطلح. ابدكشن. مش فاهم؟ هتفهم بالعكس، اللي هو اد اللي هي اي دي، نير قريب، ادكشن هنا يعني قرب مني او قريب. طب انا مش فاهم، لو احنا افترضنا ان ده جسم الانسان، ده معاليك يعني، انت ده ادي ايديك ادي رجليك، فانت ايديك ادي جسمك اهو، فده المحور بتاع جسمك، فادي ايديك دي لو انت عملتها بعيد عن المحور، طلعتها فوق مثلا كده، بعدتها، عملتها تبعيد، يبقى تبعيد يبقى ابدكشن، وهكذا في رجلك والعكس. طب انا عايز افهم اكتر، هنعمل ايه؟ هنشوف كده هنعمل ايه، هنبحث عن جوجل. انا بحثت على جوجل فظهر لنا ايه مثلا، ان التبعيد هبص هنا، التبعيد اللي هو abduction، والتقريب اللي هو adduction. تبعيد، وadduction تقريب. مالهم دول؟ ركز كده في الكلام اللي هو الازرق ده، اللي هو ده اللي هو الازرق، ماكش دعوه باقي الكلام. هو التحرك بعيدا عن وسط الجسم، بعيدا اللي هو abduction، او نحوه يعني بقترب من الجسم، لو adduction على الترتيب. افهم اكتر. بص يا سيدي، هنا هو كان واقف ازاي؟ هو انسان عادي خالص، ماكش دعوه بالحته دي. هو كانش فاهم دراعه ده، هو كان دراعه عادي كده واقف، ودراعه عادي اهو. بص السهم، دراعه من هنا، دراعه اتحرك كده، دراعه كان هنا اتحرك بعيد عنه، فبعد يعني ابدكشن. الناحيه التانية لا، هو كان في وضعية سوبرمان، هو كان ما شاء الله طاير في السما كده وفي وضعية سوبرمان، يعني فارد دراعه كان بعيد، دراعه اصلا كان في وضع الابدكشن، دراعه كان بعيد عنه في وضع الابدكشن. بص سهل، دراعه بعد ما كان بعيد اقترب نحوه، يعني نير يعني ادكشن. ده اول مصطلحين معانا. بعد كده الجزء التاني معانا ابدومين يعني ايه ابدومين اللي هي البطن. فلما اجي اختصرها باخد الاي بي دي، ممكن هنقول عليها ابد، يعني اختصر ابد او اي بي دي. فمثلا تلاقي الدكتور بيتكلم look at his abdomen، شوف كده بطنه، وممكن يحط مكانها اي بي دي او ابد اللي هي الاختصار، لان هو فاهم مثلا والمساعد معاه فاهم، هو فاهم والصيدلي فاهم، ففاهمين تمام. دي اللي هي بطن، خلص. ده رقم 3. احنا عندنا هما 5 او 5 دي ملحوظة صغيرة يعني. رقم 4 diagnosis. تحفظها ازاي الكلمة دي قبل ما تفهم اي حاجة؟ انف يعني نوز، كنا هنجمعها ونسميها مثلا نوزز. حلو، نوزز كده. diagnosis تاني، diagnosis اسمها ايه؟ ممتاز، diagnosis. الكاميرا انا اسف بتتهز مني، كل ما اجي انزل كده بالقلم فبخبط في الكاميرا. المهم ان انا ماسك ستاند، يعني ده ستاند انا سايد عليه. diagnosis باختصارها لدي اكس، ومعنى التشخيص بتاع الحالة. لما الدكتور يسألك واكلت ايه وحسيت بايه، وبعدين في تسخين، في سخونية، في مش عارف ايه، في كذا في كذا في كذا، انت عندك كذا. تشخيص، شخصت الحالة، عملتها diagnosis، عملتها دي اكس. فمثلا الدكتور بيسأل المساعد بتاعه what is his diagnosis، ايه التشخيص بتاعه، ايه الدي اكس بتاعه. تمام. ضغط الدم احنا عارفين من بدري، اللي هو عارفين من ثانوي ما اعتقد، في اللغات سمعوا الكلمة يعني blood pressure اللي هو ضغط الدم. يعني ايه ضغط الدم؟ قبل ما اقول لك الاختصار، انا كنت شارحها هنا بس هشرح تاني، هكتبها هنا تاني. لو افترضنا ان احنا عندنا ايه، ان احنا عندنا يعني سيبكم مثلا من الرسمة دي، احنا عندنا وعاء دموي وما شاء الله الدم ماشي فيه زي الفل. مثلا انت اكلت حاجه فيها ملح زياده، حاجه كده، او عندك حاجه ادت لزياده الضغط على الدم، زياده الضغط بعد الدم او ضغط الدم،
هيحصل ضغط كده، هيتضغط. مثلا لو افترضنا ان كان قطره مثلا هنا 5 مللي، فلا لو لما نضغط هيكون مثلا شكله كده، شكله كده. ده اللي هو ايه، ده اللي هو الضغط مثلا 3 مللي. نفس الفكرة هنا كان كده، فالضغط بقى كده. فانا باجي اخد الاختصار، واخد حرف البي من بلاد، باخد حرف البي من بريشر، ضغط الدم، بلاد بريشر اللي هي بي دي. اخر ملحوظه هنا عندنا في الجزء الثالث، هو الجزء الرابع انا صورته واتمسح للاسف برضو، فمش عارف انا انزل اول 3 اجزاء كده لوحديهم في فيديو. الجزء الرابع انه كبير شويه، ده اللي خد مني بالظبط يعني خد مني لا حبه يعني. هننزل فيديو لوحدي، مش عارف لسه هشوف. الانسان انثروب مش هيومن، لا احنا ناخد مصطلحات طبيه يا دكتور. انثروب حيوان ذو، اللي هي او واحده مش بدبل او. الدبل او دي بالانجلش حضرتك حيوان، لا انا عايز هحذف منها او يا سيدي، خليها ذو حيوان. كده احنا خلصنا الجزء ده، وباذن الله انا برضو الجزء اللي فاضل ده هنزله لكم في فيديو لوحده. تم كلامنا وربنا محمود، وله المكارم في العلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما غرد قمري واورق عود. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قبل ما اختم افتكرت انت هتعمل ايه؟ ما عليك، هتحضر الفيديو ده كويس خالص خالص خالص، هتحضر بضمير. يعني بضمير، الضمير يعني 3 حاجات. هتذاكرش انت نايم، هتذاكر وانت على مكتب ترابيزه، ما عنديش امكانيات ذاكر في الارض، يعني ذاكر في الارض، اسند على الارض، اسند على كتاب، اسند على اي حاجه، معاك ورقه ومعاك قلم. هو ده الضمير. هتلخص المحاضره كويس، هتسمعها كويس، وحسب ما انت تسمعها. انا شرحت 3 اجزاء لحد الان، هتسمع الجزء الواحد كويس خالص خالص، توقف الفيديو تعدي كده بعينيك، انا في حاجه مش فاهمها انا فاهمه، لخص الحته انت فهمتها، اللي بعدها فاهمها لخص اللي بعد، هكذا. وفي كل المحاضرات. لو انت بتحضر الفيديو ده على اليوتيوب، فادخل على صفحه الفيس عندي، خد رقم الواتساب، ابعت لي التلخيص بتاعك. لو انت بتحضر الفيديو ده من على صفحه الفيس، تطلع فوق خالص في البيانات، هتاخد رقم الواتساب بتاعي، هبعت لي التلخيص بتاعك واسمك كليتك وتلخيصك، وانا افضل تلخيص هيتبعت لي هنزله على الصفحه، او التلخيصات يعني افضل تلخيصات او افضل هنزله على الصفحه عندي، واكتب اسم الطالب وكليته، وهنشوف مين هيفضل محافظ ان على طول هو اللي ينزل. يعني ممكن واحد ينزل المواد المره التانية لا ما ينزلش، بس مين هيكون محافظ ان هو اللي ينزل على طول. المهم رقمي عشان لو محدش عارف يجيبه من سواء من الديسكريبشن في اليوتيوب او انا نسيت اكتبه او معرفش اجيبه من الفيس، 011 20 35 92 60. كده خلص الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.